واحد من أكتر الأسئلة اللي أي حد فينا بيسألها لنفسه، هل أنا ذكي؟ إزاي بقى أعرف إذا كنت فعلا ذكي ولا لأ؟ السلام عليكم، أهلا بيك يا حبيبي أخوك في فيديو جديد من قناة شوية سعي وهنوصل. أنا إسلام ويلا بينا نبدأ. بس استنى، ما تنساش بس في الأول كده تدينا اللايك الجميل والكومنت بتاعك اللذيذ وتعمل شير بس بعد ما تسمع الفيديو ده، يعني لو الفيديو عجبك. فكرة الذكاء هي شيء احنا مش ممكن نتعلمه، دي حاجة موجودة كده كده عند كل البشر، بس فكرة ان هي بتبقى موجودة بنسب مختلفة من شخص للتاني. طيب اعرف منين بقى هل انا ذكي ولا لا؟ في شويه دراسات كده اتعملت على ان في علامات بتدل على لو كان عندك مثلا 8 علامات او اكتر، او لو كان عندك 8 عادات او 9 او 10، فانت كده بتتصنف من ضمن الناس اللي هم عندهم ذكاء عالي او ذكاء خارق. تمام. ولو عندك 6 او 7 علامات من 10 فده معناه ان انت ذكي ذكاء طبيعي. انما لو 5 بقى فانت كده انسان عادي يعني عايش، انما لو اقل من 5 فده صعب شويه. بس زي ما انا قلت لك ان دي نسب متغيره، فممكن الموضوع يتغير عادي جدا في اي وقت، ونقدر ان احنا نزود معدل الذكاء ده بتاعنا يعني، وهنعمل فيديو قريب عن الموضوع ده. نيجي بقى لاول علامه عندنا واللي هي عدم النظام، بمعنى ان الشخص الذكي ده غالبا بيكون غير منظم. بتلاقي الاماكن اللي هو قاعد فيها مش منظمه، يعني مثلا الاوضه بتاعته هتلاقيها مش منظمه، او المكتب بتاعه، او حتى الدولاب بتاعه اللي بيشيل فيه الهدوم. ولكن هنا انت محتاج ان انت تفهم ان في فرق ما بين العشوائيه وعدم النظام والعفانه. تمام. لان في فرق ما بين الاتنين، واكيد انت فاهم قصدي كويس. تاني علامه وهي عدم ارتباط الناس بيه. من علامات الذكاء ان الشخص اللي هو الذكي الناس مش دايما مرتبطه بيه او بتحب القعده معاه، وده مش عشان مشكله فيه، لا، هي الفكره ان الناس دي مثلا بتكون يعني تافهة زيادة عن اللزوم، بمعنى ان هم ممكن يكونوا مهتمين بحاجات هو شايف ان هي مش ممكن تضيف ليه، او مش هتفيده بأي حاجة، او مش هتضيف له اي استفادة اصلا. فهم بيكونوا عارفين ان القعدة معاك كده كده هتكون مملة، لانك مش تافه او مش بتشغل نفسك بالترندات وكده زيهم. هتلاقي نفسك معظم الوقت لوحدك، ودايما الناس مش هتلاقيهم مرتبطين بيك يعني. تالت علامة هو إن أنت يكون عندك موهبة فنية. يعني أنا مش بتكلم على الأغاني أو التمثيل بس، أنا هنا بتكلم على كل المواهب اللي بتحتاج إن يكون فيها إبداع، سواء بقى جرافيك ديزاينر، إديتور، أو حتى طباخ. كل واحد عنده حتة الإبداع اللي في شغله، وبيحاول دايما إن هو يشتغل بالإبداع ده، فهو من ضمن الناس الأذكياء اللي بيفكروا بره الصندوق، واللي دايما عقلهم شغال وبيجرب كتير لحد ما يوصل للتركيبة الصح اللي في دماغه. رابع علامة وهي التصحيح الذاتي، بمعنى إن الشخص الذكي مش بيستنى إن الناس تعدل عليه. يعني لنفترض ان هو عمل شغل معين، هو بقى مش بيستنى ان الناس اللي تطلع له الغلطات اللي في الشغل ده، هو بيطلع الاخطاء اللي عنده بنفسه، حتى لو كانت الغلطات دي ممكن محدش ياخد باله منها. فهو مستحيل يستنى ان حد يمسك عليه حاجة بسيطة او غلطة بسيطة، حتى لو كانت مش باينة للناس العادية. يعني لنفترض مثلا ان هو بيصور فيديو زي ده، تمام، وفي لقطة معينة مش عاجباه، الناس العادية ممكن ما تاخدش بالها من اللقطة دي، تمام، لكن هو بيبقى موسوس لدرجة ان هو بيقول لنفسه ان ممكن شخص واحد من كل الناس اللي بتتفرج عليه دي يطلع الغلط ده. فدايما بيراجع الحاجة مرة واتنين وتلاتة ويصحح لنفسه الحاجة الغلط، وما يستناش ان الناس تعدل عليه. خامس علامة وهي التشكيك في كل شيء، او ممكن نقول ان هو فضولي في التعلم، يعني عنده فضول ان هو يعرف كل اللي مش فاهمه. مفيش معلومة تعدى عليه كده، يعني لازم يقف عند كل معلومة ويفهمها، ويفهم كل المعلومات اللي بتدور حوالين المعلومة البسيطة دي قبل ما يدخلها عقله. لو وصلت لحد هنا فأنا بفكرك إن أنت تعمل سبسكرايب وتعمل لايك عشان تساعدنا إن إحنا نستمر في اللي إحنا بنقدمه ده، وما تنساش إن أنت تنزل في الديسكريبشن تحت وتبص كده هتلاقي اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي، حاول تتابعني هناك لأن بننزل فيها حاجات مهمة برضه. العلامة رقم 6 وهي تخطي المشاعر، ودي من أهم العلامات اللي موجودة عند الشخص الذكي، بمعنى إن هو ممكن يكون يتخطى مشاعره ويركن قلبه على جنب ويفكر بمنطقية أكتر. كلنا طبعا عندنا الصراع اللي ما بين العقل وما بين القلب. الشخص الذكي بس هو اللي بيعرف يركن العاطفة على جنب في المواقف اللي محتاجة إن أنت تفكر فيها بالمنطق، وبرضه بيكون عارف إمتى يستخدم العاطفة دي ويركن العقل على جنب. يعني من الآخر هو شخص بيعرف يسيطر على مشاعره أو على العواطف بتاعته، وبيعرف إمتى يستخدم العاطفة دي وإمتى لأ. علامة رقم 7 وهي إن الشخص الذكي مش بينشر تفاهات على أي أكونت سوشيال ميديا عنده.
يعني مش من الناس اللي هم إيه، بتنشر التفاهات اللي على السوشيال ميديا اللي موجودة في كل حتة دلوقتي. دايمًا هتلاقيه بينشر حاجات تفيد الناس أو حاجات ممكن تفيده هو شخصيًا لمّا يرجع عليها تاني. علامة رقم 8 وهو إنه معظم الوقت بيتكلم مع نفسه، وهنا معنى كلامي إن هو مش بيمشي في وسط الشارع يتكلم بصوت عالي، يعني زي الناس اللي هم المجانين. أنا معنى كلامي هنا هو إن الشخص الذكي بياخد ويدي مع نفسه في الكلام عن الحاجات اللي هي محتاجة ترتيب معين في دماغه، أو بمعنى تاني هو بيحب إن هو يكون لوحده في الحاجة اللي بيعملها، دايما بيتناقش مع نفسه ويحط نفسه مكان الشخص اللي قدامه، ويفكر يعني حرفيا في كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل لمّا شيء معيّن يعمله أو يشتري شيء معيّن مثلًا. علامة رقم 9 وهي إن الشخص الذكي مش بيشتكي من المشاكل اللي بتحصل له مع الناس، دايمًا بيخلّي المشاكل بينه وبين نفسه، مش كل شوية تلاقيه مثلًا داخل عند أصحابه على الواتساب وبيقعد بقى يحكي لهم عن كل المشاكل اللي بتحصل له، عن قد إيه الدنيا مش ماشية معاه زي ما هو عايز أو هو مخطط ليها، ومش طول الوقت هتلاقيه قاعد بيشتكي أو يعني بيتكلم عن اللي بيحصل له، لأ هو بيحاول يحل كل شيء مع نفسه، ومش بيضيّع أي وقت في الشكوى. هو بيبدأ يدوّر على الحلول على طول. العلامة رقم 10 والأخيرة إن هو مش دايمًا بيمشي مع القطيع، يعني زي ما إحنا قُلنا قبل كده هو بيفكّر في الحاجة وبيحاول يدوّر على السبب ورا الحاجة اللي بتحصل دي، تمام؟ وهنا إحنا بنتكلّم في إن الشخص ده لو لقى مثلًا الكل بيعمل شيء معيّن، بس الشيء ده هو مش مقتنع بيه، فهتلاقيه بكل تلقائية ووضوح بيقول تبًا للجميع، وبيعمل اللي في دماغه هو واللي في باله هو، طالما ده حلال وما فيش فيه أي غلط. بس كده يا حبيب أخويا، كده نكون خلّصنا. لو وصلت لحد هنا قُل لي بقى في الكومنتات عندك كام علامة من دول، وما تنساش تعمل سبسكرايب لو ما كنتش عملت، وتتابعني في كل السوشيال ميديا بتاعتي اللي هتلاقيها موجودة في الوصف تحت. أشوفك على خير المرة الجاية بقى إن شاء الله، ويعني افتكر دايمًا يعني إن الموضوع كله محتاج شوية سعي وهنوصل، بس كده، سلام.